إليكم أبرز العناوين. جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي يفاجئ اللاعب المغربي عز الدين أناحي بخصوص انتقاله إلى صفوفها. بيب غوارديولا يفاجئ العالم بما قاله عن الوداد الرياضي قبل المواجهة في كأس العالم. تشابي ألونسو يوظف أخبار سارة للجماهير المغربية بخصوص مكانة إبراهيم دياز في ريال مدريد. الراتب يعيق انتقال اللاعب الدولي المغربي عبد الصمد الزازولي إلى الدوري الإيطالي من بوابة هذا الفريق. دخل الدولي المغربي عز الدين أناحي لاعب خط وسط نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسية والمعار إلى نادي باناتينياكوس اليوناني ضمن اهتمامات نادي فنربخشة التركي بطلب مباشر من المدرب الجديد جوزيه مورينيو الذي يسعى لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. أفادت التقارير الصحفية التركية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أبدى إعجابه الكبير بإمكانيات عز الدين أناحي الفنية بعدما بصم على موسم مميز رفقة نادي باناتينياكوس اليوناني خلال فترة الإعارة، حيث سجل 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في 37 مباراة، ما جعله محطة أنظار العديد من الأندية الأوروبية. ويواجه الفريق التركي منافسة قوية في البرايتون الإنجليزي أو من نادي برايتون الإنجليزي الذي يعتبر الأقرب لحسم صفقة عز الدين أناحي في وقت لم يعد فيه نادي أولمبيك مارسيليا ممانعا في التخلي عن خدمات اللاعب بشرط التوصل بعرض مالي مناسب يربي رغباتها. والجدير بالذكر أن عز الدين أناحي يرتبط بعقد مع فريق الفرنسي أولمبيك مارسيليا يمتد حتى صيف عام 2027، غير أن مساره مع النادي لم يكن موفقا كما كان متوقعا، ما دفعه للبحث عن فرصة جديدة خارج أسوار مارسيليا ليقوم على سبيل الإعارة في هذا الموسم مع نادي باناتينياكوس ويتألق معها. أبدأ بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزية احترامه الكبير لفريق الوداد الرياضي المغربي قبل المواجهة المنتظرة بين الطرفين في كأس العالم للأندية أمريكا 2025 يوم الأربعاء القادم. وكان بيب غوارديولا قد أكد أن الوداد فريق يملك تاريخا حافلا في أفريقيا وجماهيرا شغوفة تمنحه دعما قويا داخل وخارج الملعب. أشار إلى أن مواجهة الوداد لن تكون سهلة، خاصة وأنها المرة الأولى التي يواجه فيها مانشستر سيتي فريقا مغربيا. وأضاف: نعلم جيدا أن الكرة الإفريقية تطورت بشكل كبير والوداد من بين الأندية التي ساهمت في هذا التقدم، وشدد على أن البطولة ستكون فرصة لاختبار قدرات مانشستر سيتي ضد مدارس الكروية المختلفة وخاصة من إفريقيا وأمريكا الجنوبية. قال بيب غوارديولا إن فريقه سيحترم جميع الخصوم لأن مثل هذه البطولات لا تعرف بالأسماء بل بالعطاء داخل الملعب، ونوه بالأجواء الجماهيرية المرتقبة في الملعب الأمريكية خاصة من الجالية الإفريقية التي تدعم فريقها بحماس. وأضاف: نحن مستعدون لخوض تحدٍ لكننا نعلم أن أي تهاون قد يكلفنا الكثير، كما عبر عن حماسه لخوض تجربة جديدة في كأس العالم للأندية بنظام جديد، مؤكدا أنه لحظة تاريخية للنادي، واعتبر أن التنوع الثقافي والجماهيري سيكون عنصرا إضافيا يجعل البطولة أكثر تأثيرا. واختتم تصريحه بالقول: مواجهة الوداد سوف تكون اختبارا حقيقيا لنا وعلينا أن نكون في قمة تركيزنا منذ البداية. وجه المدرب الإسباني تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد رسالة ثقة واطمئنان للاعبه المغربي إبراهيم دياز عقب التعاقد مع صانع الألعاب الأرجنتيني فرانكو ماستانتوني، وأكد أن وصول ماستانتوني لا يشكل تهديدا لدور إبراهيم دياز داخل الفريق، وأن الأخير سيبقى جزءا أساسيا من المشروع الرياضي للنادي الأبيض.
ووفقا لما نشرته صحيفة ديفانيس كانرالا، فقد حرص ألونسو خلال التدريبات الأولى في المركز فاليدي بياس على نزع القلق من لاعب، قائلا له: لا أريدك أن تشعر بتهديد أو تعتقد أنك ستقل فرصك في اللعب. نحن نثق بك ونريدك أن تبقى معنا. هذه الكلمات جاءت لتدعيم معنويات إبراهيم دياز وتشجيعه على تقديم أفضل أداء ممكن لها. أكد المدرب أن ماستانتوني تم التعاقد معه ليكون إضافة نوعية للفريق، ليس بديلا أو منافسا لإبراهيم دياز، مشددا على أن إبراهيم دياز ليس معروضا للبيع، وأن النادي لا يفكر في التسويق له، بل يعتمد عليه بشكل كبير في خطط الموسم المقبلة. وأضاف أن إدارة الفريق تدير سوق الانتقالات بحذر للحفاظ على توازن الفريق وطمأنة اللاعبين، خاصة مع دخول لاعبين جدد يلعبون في نفس مراكز إبراهيم دياز. وكانت هنالك تقارير تشير إلى أن استمرار إبراهيم دياز في ريال مدريد قد يواجه تحديات، لا سيما مع تصاعد المنافسة اللاعبين مثل أردا جولر الذي بدأ يأخذ مكانه الأساسي تدريجيا في تشكيلة الفريق، كما أن تراجع فرص إبراهيم دياز في النصف الثاني من الموسم أثارت شائعات حول احتمالية رحيله هذا الصيف لتعزيز خزينة النادي. إبراهيم دياز من جهته خاض تحديات كبيرة داخل ريال مدريد، لا سيما بعد عودته من فترة إعارة ناجحة في ميلان، حيث لم يمنحه كارلو أنشيلوتي دقائق كثيرة في البداية، لكنه استعاد الثقة وأثبت جدارته ليصبح منافسا شرسا على المشاركة. وبعد محادثة مع تشابي ألونسو، يبدو أن إبراهيم دياز عازم على القتال من أجل الحفاظ على مكانته في الفريق الملكي. يواجه نادي كومو الإيطالي جهوده من أجل الظفر بخدمات اللاعب الدولي المغربي عبد الصمد الزازولي لاعب ريال بيتيس، حسب صحيفة جيناليكا دي ماريزيو في شبكة سكاي سبورت. فإن كومو لم يتوصل بعد إلى أي اتفاق، وذلك بسبب الراتب، إذ يتقاضى اللاعب المغربي حاليا 2.5 مليون يورو. من جهة أخرى، يرغب نادي روما أيضا في التعاقد مع عبد الصمد الزازولي، حتى لو كان النادي يبحث عن جناح بخصائص مختلفة وفقا لما أكدته المصادر ذاتها. وكانت صحيفة سبورت الإسبانية قد أكدت في وقت سابق أن عبد الصمد الزازولي قريب من الانضمام إلى نادي كومو الإيطالي بموجب عقد يمتد حتى 30 عام 2030، في انتظار توصل الفريقين لاتفاق بخصوص الصفقة.